السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، هنستخدم بنجر، سمك وبنجر. هتستغربوا، هقول لكم اتفرجوا معايا في الفيديو، هقول لكم هنعمل ايه بالبنجر. هنعمل النهاردة شوربة سي فود. دي صوابع كابوريا، وده جمبري، وده بولتي متقطع مكعبات، وده كاليماري، ودي كابوريا. انا قلت لكم طبعا في فيديو قبل كده نعمل الكابوريا نعرفها ازاي، التقيله من الخفيفه، الحلوه من الوحشه. يعني مش بمعنى انها وحشه، الخفيفه او التقيله. بتمسكي الكابوريا بايديكي، لو لقيتيها تقيله تاخديها. الكابوريا عباره عن دكر وانتايه، باخد التقيله دي اللي بتبقى مليانه لحم، لكن الخفيفه مش وحشه ولا حاجه، بس ما بتبقاش فيها لحم. بس انا بقول لكم تعرفوا ازاي التقيله من الخفيفه. طبعا بنستخدم معاها جزر، وعودين كرفس، وعودين كزبره، وطماطمايه، وبصله وسط بتقطعيها زي ما انتم شايفين كده. بجيب طاسه واحطها على النار، واحط فيها شويه زيت، واقلب فيها البصله. مجرد ان انا اشم ريحتها كده، ابدا احط فصين توم ادقهم واحطهم عليها، واقلبهم برضو تشويحتين كده، تقليبتين زي ما انتم شايفين كده. وببدا احط بقى الاسماك اللي عندي. هنعمل شوربه سي فود بتبقى جميله وطعمها حلو قوي. ببدا انزلها بقى كلها مع بعضها كده، بتتشوح شويه كده، يعني تقليبتين ثلاثه كده عشان السمك بتاعي ما يتهريش. اشوحها كويس كده، يعني تقليبتين ثلاثه زي ما قلت لكم. مجرد اني اشم الريحه بتاعتها كده مع الثوم مع البصله، وبعد كده احط لها الخضار اللي انتوا شايفينه ده، عودين كزبره، مع عودين كرفس، مع جزرتين مقطعاهم زي ما انتوا شايفين كده، مع طماطمايه مقطعاها. وبحط معلقه زبده حلوه كده محترمه، معلقه كويسه، واقلبها واقلب بيهم على بعض كده. بروح حاطه لها ايه بقى، معلقه دقيق، معلقه مليانه كده شويه، واقلبها كويس. انا هستخدم لها عندي قشطه، حطيت لها معلقه قشطه كبيره، يعني كانها معلقتين قشطه، معلقه كبيره قوي يعني. وبعد كده حطيت ميه بتغلي من الكتل، ميه تكون مغليه قوي عشان السمك بتاعي ما يتهريش. لو حطيت ميه بارده السمك بتاعي هيتهري، فبحط ميه مغليه عشان هو ما بيستحملش غلوتين ثلاثه وبتلاقيه استوى. بحط بقى حب شويه حبهان كده، فصين حبهان ادقهم واحطهم، والتوابل بقى بتاعت السمك، واروح حطاها. دي اللي هي القشطه اللي انا قلت لكم عليها، معلقتين قشطه كده حلوين، واروح مقلباها. ما عندكيش قشطه حطي كوبايه لبن، ما عندكيش لبن مفيش مشاكل، بتبقى جميله برضو. وبحط لها معلقه دقيق زي ما انا قلت لكم، وبروح مقلباها بقى كويس، واروح مغطياها تاخد غلوتين ثلاثه كده، ما زيدش عن كده. واروح بعد كده طفي عليها. انا غطيتها، هي هتاخد غلوتين. خلاص هي كده معانا استوت، هنطفي عليها. نبدأ بقى نعمل رز جميل طعمه حلو قوي. بتحمري بصلايه كده، بتجيب بصلايه وسط وتحمريها، كميه الرز بقى اللي انت تعجبك، المقدار اللي انت عايزاه. بحط بصلايه وسط واقلبها، واروح واروح مقلباها كويس. انا عايزاها حمرا زي ما انتم شايفينها كده، واحط لها قرن فلفل حامي. انا حطيت قرن حامي مع شوربه السي فود. حبيتي تحطي في شوربه السي فود فلفل رومي حطي، ما حبيتيش براحتك يعني، بس هو الفلفل بيديها طعم حلو قوي. بعد كده حطيت الرز وبقلبه معاها تقليبه حلوه كده. عايزه اسمع شكشكه الرز كده، تسمعي انه مشكشك كده، يعني سخونه زايده قوي، بيبقى طعمه حلو قوي. ابدا بقى اصب عليه شوربه، ما عنديش شوربه ممكن احط ميه وعليها مرق دجاج،
بحط بقى، عارفين البنجر اللي انا وريته لكم في الاول؟ ببشر بنجر كده، بنجرايه وسط كده، اخد نصها واروح حطها على الرز. ياه، ما اقولكيش على طعم الرز، طعمه رهيب في منتهى الجمال. بتحطي بقى عليها توابل، البهارات على الرز، البهارات اللي تحبيها بقى تحطيها، فلفل اسود وكمون وشويه بهارات بتاعت السمك، بيدي طعم جميل قوي. السي فود بتاعنا خلص اهو، وحطيناه في الطبق. انا حطيته في طبق واسع شويه عشان يبقى باين للكاميرا. وادي الرز، شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ لونه جميل وطعمه حكايه، طعمه حلو قوي قوي قوي. وبالهنا والشفا.